هل تعاني من رائحة الفم الكريهة وتبحث عن الحلول؟ في هذا الفيديو سنكشف عن الأسباب المختلفة وراء رائحة الفم الكريهة، ونقدم لك أفضل الحلول للتخلص منها. تابع معنا لتكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع. بداية، إليك الأسباب التي تجعل رائحة الفم كريهة. البكتيريا الفموية. تعتبر البكتيريا التي تعيش في الفم من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة. هذه البكتيريا تنتج مركبات كبريتية ذات رائحة كريهة خلال عملية تحلل بقايا الطعام والخلايا الميتة. جفاف الفم. يلعب اللعاب دورا مهما في تنظيف الفم وإزالة البكتيريا. قلة إفراز اللعاب التي قد تكون نتيجة للجفاف أو تناول بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى تراكم البكتيريا وتفاقم رائحة الفم الكريهة. سوء النظافة الفموية. إهمال تنظيف الأسنان واللسان بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام والبكتيريا، مما يسبب رائحة فم كريهة. كذلك يمكن أن يتسبب تراكم البلاك والجير في التهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة. التدخين. يعتبر التدخين من الأسباب المعروفة لرائحة الفم الكريهة. يساهم التدخين في جفاف الفم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة. الأمراض والمشاكل الصحية. بعض الحالات الطبية مثل التهاب اللثة، تسوس الأسنان، التهاب الجيوب الأنفية، التهابات الجهاز التنفسي، والارتجاع المعدي المريء يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة. كذلك يمكن أن تؤدي أمراض مثل السكري وأمراض الكبد والكلى إلى رائحة نفس غير طبيعية. كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ العناية الفموية الجيدة. يجب تنظيف الأسنان مرتين يومياً على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. بالإضافة إلى ذلك، ينصح باستخدام خيط الأسنان يومياً لإزالة بقايا الطعام والبلاك من المناطق التي يصعب الوصول إليها بفرشاة الأسنان. تنظيف اللسان. تنظيف اللسان باستخدام فرشاة الأسنان يمكن أن يساعد في إزالة البكتيريا المتراكمة والخلايا الميتة التي تسبب رائحة الفم الكريهة. شرب كميات كافية من الماء. الحفاظ على ترطيب الفم من خلال شرب كميات كافية من الماء يمكن أن يساعد في زيادة إفراز اللعاب وتقليل جفاف الفم. ينصح بتجنب المشروبات التي تسبب الجفاف مثل الكافيين والمشروبات الغازية. تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية. يمكن الحد من تناول الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة مثل الثوم والبصل. بعد تناول هذه الأطعمة يمكن مضغ علكة خالية من السكر أو تناول بعض الفواكه والخضروات مثل التفاح أو الجزر للمساعدة في تنظيف الفم. الإقلاع عن التدخين. الإقلاع عن التدخين يعد خطوة مهمة لتحسين رائحة الفم. بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى العديدة، يمكن أن يساعد التوقف عن التدخين في تقليل جفاف الفم والحد من أمراض اللثة. زيارة طبيب الأسنان بانتظام. ينصح بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات الروتينية وتنظيف الأسنان. يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف وعلاج أي مشاكل فموية محتملة قد تسبب رائحة الفم الكريهة. استخدام غسول الفم. يمكن أن يساعد استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا في تقليل عدد البكتيريا في الفم وتحسين رائحة النفس. يفضل اختيار غسول يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا ومطهرة. مضغ العلكة الخالية من السكر. مضغ العلكة الخالية من السكر يمكن أن يحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد في تنظيف الفم وإزالة البكتيريا. تحتوي بعض أنواع العلكة على مواد مضادة للبكتيريا يمكن أن تكون مفيدة. التعامل مع المشاكل الصحية الأساسية. إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشكلة صحية أخرى مثل ارتجاع المعدة أو التهابات الجيوب الأنفية، فإن علاج هذه الحالة الأساسية يمكن أن يساعد في تحسين رائحة الفم.